السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نعمل مع بعض كده تورتاية حلوة لنور بنتي عيد ميلادها. بقول لها كل سنة وهي طيبة. ويا رب كده التورتة تعجبها. التزيين ان هي ما بتحبش اجيب لها اي تورت من بره، بتحب ان انا اعملها لها بايديا لان طعمها بيختلف جدا عن اللي احنا بنشتريه من بره. انا عملت لها صورة كده، مقاس 25 في 27، والتورتاية مقاس 30 في 40. حبيت طبعا اوريكم كده الشكل في الاول. وعملت شوكولاته كده، سيحتها كده على حمام بخار. آه، وعملت الاشكال بتاعت الشوكولاته ديت، وقسمتها كده لثلاث اقسام. النص دوت عملته بالمسطره كده قسته وحطيت، والثلاث جوانب اللي هم في الجوانب الاولانيه والاخرانيه دي، عملتهم بالجيلي الشوكولاته وجيلي الفراوله، بس استعمل المسطره عشان تبقى الصوره محطوطه في النص. انا طبعا عملت هنا سبونج شوكولاته، وعملت سبونج فانيليا. مرضتش طبعا اعمل معاكم السبونج من الاول علشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا الفيديو مدته طويله جدا، وحبيت على قد ما اقدر ان انا اضغطه واخليه يبقى مدته قصيره عشان ما تملوش من الفيديو. طبعا هقول لكم واحنا بنشتغل كده، وانا بشتغل في تزيين التورته انا عملت قد ايه. انا طبعا هنا البورد اللي انا بشتغل عليه مقاس 30 في 40، وطبعا عملت في صاج مقاس 30 في 40 الفانيليا. عملت كيلو سبونج، كله كده على بعضه خد معايا 12 بيضة وكوباية مية، وكمان حطيت معلقة خل وفانيليا. ما كانش عندي المحسن، ما حطيتش. يعني لما بيكون عندي بحط، مش عندي ما فيش اي مشكلة. هو بيبقى فيه كل حاجة، مادة الرفع كلها موجودة في السبونج. وعملت صاجين 30 في 40. عملت كل صاج سبونج شوكولاتة، نص كيلو سبونج في كل صاج، 30 في 40 مع 6 بيضات ونص كوباية مية ومعلقة خل وفانيليا. ضربتهم بقى كلهم في بعض، وطبعا قسمت هنا الصاجين. الصاج اللي هو 30 في 40 اللي فيه نص كيلو سبونج لنصين كده، وشلت الطبقة اللي في الأول كده اللي هي بتلزق دي، والطبقة اللي هي تحت بالسكينة المشنشرة بتاعتي. وبعدين قسمتهم نصين. طبعا هو مبقاش 30 في 40 بالظبط، بيبقى حوالي 38، مش بيبقى 30 في 40. يعني على بال ما الكيك بتاعي بيتخبز، بيتلم شوية كده، بيقص طبعا في المقاس بتاعه بيبقى 38 في 40. فأنا قست كله بالمسطرة كده، مسطرة مخصصة للكيك عندي، حطوها كده مع الحاجات الحلويات، بقيس بيها الكيك بتاعي. فطبعا وهنا الكيلو السبونج اللي انا عملته الفانيليا قسمته نصين وبدات قطعته 4 طبقات. انا هنا التورته بتاعتي هتبقى 4 طبقات، عشان تبقى عاليه وتبقى علوها حلو يعني. كل كده تبقى كده عالية وجميلة. انا هنا طبعا اول طبقة انا معايا هنا سيرب. السيرب انا بعمله كوباية سكر وكوبايتين مية يغلوا 5 دقايق، ونص عصرة ليمونة وفانيليا، بس كده على النار. وابتدي ان انا اسقي بيه الكيك بتاعي، بيديني طراوة حلوة جدا. وعملت الكريم شانتيه، طبعا سقيته. ممكن نعمله لبن او مية، لكل كوباية كريم شانتيه كوباية لبن او كوباية مية ومعلقتين كريم باستري. وكمان بحط 3 معالق لبن بودر. لو مش هتستعملي لبن يبقى ميه، يبقى 3 معالق لبن بودر. وبحط معلقتين سكر بس لكل كوبايه كريم عشان ما يبقاش مسكره بتاعتي، مش يبقاش التورته بتاعتي مسكره. ده طبعا انا حطيت الجيلي والفراوله في كل طبقه الكريمه، وكنت حاطه معلقتين كاكاو خام على الكريمه بتاعتي، وكمان نوتيلا، معلقه نوتيلا. وضربت كله في بعضه، وطبعا حشيت كل الطبقات بتاعتي زي ما انتوا شفتوا بالشكل اللي انتوا شفتوه كده، في الاسبونج الكيك والفراولة واسبونج الشوكولاتة. طبعا انا هنا كده خلصت الحشو بتاعي. بدأت ان انا عايزة طبقة كده خفيفة من الكريمة عشان اجلس اول طبقة من التورتة بتاعتي.
علشان بتلمي فتافيت الكيك بتاعته مطرح ما انا اكون طبعا واحنا ماسكينه وبنحشي وطبقات بيبقى فيه فتافيت كده على الجوانب على الوش. انا باخدها بقى كده بالسباتولا باول طبقه من الكريم شانتيه، علشان بعد كده هسيبها في التلاجة. ممكن بقى تبيتيها او تخليها 5 6 ساعات كده في التلاجة تتماسك، وبعد كده بنطلعها علشان طبعا هنشيل الزيادات اللي هي في الجنب. انا هنا كنت سايباها آه، تقريبا سبتها من بالليل، عملتها قبليها بيوم، سبتها في التلاجة لغاية تتماسك يعني شوية. وانا كنت هشتغل فيها تاني يوم اللي هو عيد الميلاد، هيبقى في نفس يوم عيد الميلاد الصبح. قمت كده الصبح بدري وطلعتها من التلاجة وبدأت ان انا اسوي بقى الجوانب بتاعتي بالطرنش بتاعي المشنشر. باخد حاجات بسيطة جدا من الجوانب وابتدي بقى بعد ما اشيل الزيادات. طبعا محضرة الكريمة بتاعتي، هعملها كلها كريمة بيضة. وطبعا ببقى عارفة النص اللي هو الاسبونج شوكولاتة من النص الاسبونج الفانيليا. طبعا وانتي بتقطعي بعد ما بتخلصي بقى العيد الميلاد وبتقطعي التورتة بتبقي بيبقى فيه حد عايز كريمة وحد عايز شوكولاتة. فببقى عارفة النص اللي أنا هقطع منه التورتاية، ببقى عارفة المكان بتاعه. يا إما بتعلميه بحاجة يا إما أنا هنا عشان حاطة الصورة فحطيت ناحية السبونج. هقول لكم سبونج الشوكولاتة عملت سبونج، عملت الناحية اللي هو الجنب جيليو شوكولاتة أو نوتيلا، والناحية التانية اللي هي الفانيليا حطيت فيها جيليو الفراولة. فأنا كده علمت النص الشوكولاتة ونص الفانيليا. أنا بدأت بقى طبعا الكريمة هنا عندي قللت شوية، إما تقللي اللبن أو تقللي المية علشان تبقى الكريمة عندك متماسكة. لما تجلسيها ما تسيحش معاك لان الجو لسه حر. فبدات ان انا اخد من الجوانب، حطيت بقى في كيس تلاجة او كيس حلواني وقطعته كده من الطرف وبدات اجلس من الجوانب. وبعد كده هحط بقى الكريمة من فوق وابتدي اجلس بالسباتولا بتاعتي، وبعد كده بالسكرابر، ويبقى جنبي مية سخنة او فوطة مبلولة، وابتدي ان انا اغسل السكرابر لما اجي اجلس. طبعا لان لازم انا عايزة ملمسها يكون ناعم جدا عشان تبقى شكلها حلو ومتناسق كده زي اللي بنشتريها طبعا من بره. هي طبعا هيبقى احلى من بره، طعمها هيبقى جميل جدا. انا بجد ما بقيتش اشتري طبعا من ساعة ما كنت انا بقيت اشتغل في التورت. البنات ما بقوش يحبوا ان انا اجيب لهم من بره خالص لان طعمها بيختلف. ان بجد آه هقول لكم بقى نكمل كلامنا. بس لما انا هنا جبت الصورة طبعا بتبقى كده في كيس كده، بشيلها بقى من الكيس وبقلبها على وشها وابتدي اشيل الطبقة اللي هي الورقة اللي تحت. طبعا لازم نكون واحنا بنستعمل الصورة اللي هي الغذائية دي بحرص جدا لانها بتبقى طرية، واي حركة فيها غلط ممكن تقطع معاكي الصورة وتتبهدل معاكي ويبقى كل اللي انت عملتيه خلاص باظ. انا هنا سيحت شوكولاتة خام على حمام بخار او في الميكروويف، وابتدي ان انا احط كده على ظهر الصورة وابتدي امشي بالراحة كده خالص على الصورة لغاية ما افرد الشوكولاتة بتاعتي على ظهر الصورة. طبعا لان دي بتعمل زي طبقة عازلة بينها وبين التورتة بتاعتي، لان لو انا حطيتها كده من غير ما اديها الشوكولاتة في الصورة كده من تحت كده اديها طبقة شوكولاتة في خلف الصورة، لما احطها واجي اطلع التورتايه هلاقي الصورة بتاعتي عملت فقاقيع كده وباشت، وطبعا اتبلت كده وخدت من رطوبة من التورتة. فدي بتعمل طبقة عازلة بين التورتايه وما بيحصلهاش اي حاجة لما بتحطي الصورة. فانا بديها بقى طبقة الشوكولاتة اللي انا سيحتها او نديها جانيش شوكولاتة، يا اما طبق يا اما شوكولاتة خام نسيحها طبعا على حمام بخار او الميكرويف. طبعا انا هنا حطيت بقى الصورة على التورتاية بتاعتي وبدأت بقى ان انا اعمل بالشلال كده اللي هو الدموع كده كان عندي
جيلي الشوكولاته، قلت بدل ما اسيح شوكولاته او اعمل جناش فده هيأدي الغرض. بنزل كده شلال كده من الجوانب كده. وانا كده كده هعمل برضو النص دوت الربع ده اللي هو على الحرف ده، هبتدي ان انا احط فيه جيلي الشوكولاته والناحية التانية هيبقى جيليو الفراولة. طبعا يبقى انا كده برضو حددت التورتية بتاعتي انهي ناحية اللي فيها السبونج الشوكولاتة. لما اجي اقطع التورتة يبقى كده برضو هي بقت بتسهل عليكي بدل ما تتلخبطي وتنسي انهي ناحية وتقطعي من انهي مكان. طبعا لان احنا بنحتفظ بنقطع اول حرف كده من التورتاية اللي هي مش عليها الصورة، بنخلي آخر حاجة التقطيع التورتة اللي هي عليها الصورة. ان كله بقى بيتخانق او صاحبة التورتاية لا ما تقطعوش وشي لا عينيا لا بقي. فدوت ببتدي بان انا بقطع للضيوف اللي موجودة اللي هي الجوانب بتاعت التورته. وابتدي بقى الناحية ديت انزل بالشلال اللي هو الدموع كده بالجيليو برضو الفراولة، بيبقى طعمه حلو وده شكل جميل. انا في اول طبعا الفيديو كنت جبت لكم شكل التورته لما انا عملتها. بس كنت انا جايبه اللي هو البسكوت اللي هو الصوابع دوت اللي هو الشوكولاته واللون اللي هو البينك دوت. طبعا بس نسيته في اول لما خلصت التورته كنت ناسيه، وبعد كده افتكرت ان انا ما حطيتوش، فطبعا ده هيظهر لكم في اخر الفيديو. زودت المقطع ده عشان تشوفوا الشكل النهائي اللي انا عملته في التورتايه. ببتدي بقى ان انا بعد ما خلصت الشلال كده الدموع بالكريم شانتيه بالابيض بالنجمه اللي هي القمع اللي هو التب الصغير، بدات انزل بالنجوم كده حوالين الصوره يديني طبعا يفتح كده معايا. طبعا الصوره فيها اسود كتير اللبس اللي موجود. بدات بقى ان انا عملت كده الابيض كده حوالين الصوره، باللون اللي هو البينك دوت عملت اللون الاحمر مع اللون الفوشيا اداني اللون دوت طبعا، والكريمه كانت بيضه فاداني الشكل دوت. وحطيت بقى البسكوت اللي انا قلت لكم عليه اللي هو الطويل ده الشوكولاته واللي هو الروز ده في الجوانب اداني شكل حلو جدا للتورتايه. وده كده الشكل النهائي. يا رب كده يكون الشكل التورته وتزيين عجبكم. انا ما كنتش محضره فعلا اي فكره لتزيين التورته، ده اللي بيبقى ملخبطني اللي ما عنديش اي فكره محضراها للتورتايه. هي بتيجي كده في دماغي وانا بشتغل، تاخد مني وقت في التزيين علشان مش ببقى حضرة اي فكرة. اتمنى يا رب الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بقى في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد من عندي. ويا رب الفيديو كده يعجبكم وينال رضاكم. وعايزة اعرف رأيكم في التعليقات اذا كانت التورتة حلوة ولا لا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وتورتاية جديدة وتزيين جديد. دمتم في رعاية الله وفي حفظ الله، مع الف سلامة.